اسكت شويه من داك الضجيج وخليك معايا. غادي نهضر معاك ماشي كخبير ولا واحد عنده الاجوبه، ولكن كانسان داز من نفس الزنقه اللي كدوز منها دابا، زنقه الشك، الحيره والتساؤل. واش انا كافي؟ واش انا نافع؟ واش باقي شي قيمه ليا؟ ديما كتحس براسك ماشي كافي، كتحس داك الصوت اللي في الداخل ديالك كيشكك فيك في كل حاجه كديرها. كتنوض كتغسل وجهك، كتحاول تبان بخير، ولكن من الداخل كتحس بالفراغ. شي حاجه مهرسه فيك، انت كتخبيها باش ما تبانش للناس، ولكن الحقيقه هي انك كل نهار كتزيد تعيا، ماشي من الحياه ولكن من راسك. انا عارف داك الاحساس فاش كتكون وسط الناس وكتضحك، ولكن الداخل ديالك فيه حرب. فاش كتقول شي حاجه كتبدا تحللها في دماغك، علاش قلت هكا؟ واش بنت سخيف؟ واش ضحكوا عليا؟ كتولي كتفقد الثقه في راسك وفي اختياراتك وفي المواقف ديالك، حتى في وجودك. عارف هادشي ماشي جا من لا شيء، كيتبنى شويه بشويه، من الطفوله، من الكلام اللي سمعتي، من المواقف اللي خلاتك تحس انك ماشي قد المقام، من المقارنات، من الكلمات الجارحه، من صدمات صغيره قات فيك بلا ما تحس. ملي كتكبر كيبقى داك الطفل داخلك كيتسنى الاعتراف، كيتسنى شي حد يقول ليه راك كافي بلا ما دير والو، راك تستاهل الحب بلا ما تكون مثالي. لكن حتى حد ما كيجينا وكيقول لينا هادشي، وإلا قالوه ما كنتيقوش، حيت الصوت اللي ترسخ في داخلنا اقوى. الصوت اللي كيقول راك ماشي في حالهم، راك فاشل، ولكن في الحقيقه راك غير خايف. كتبدا تلبس وجوه، قناع الثقه، قناع ديال الضحك، قناع ديال القوه، وكل مره كتلبس وجه ماشي ديالك كتضيع شويه من روحك. كتجي لحظه وكتولي ما عارف شكون انت، كتولي كتقلد وكتردد او فقط كتساير، ولكن ماشي عايش. واخا كتشد في راسك وكتحاول تبان قوي، راسك عارف الحقيقه، عارف بلي الثقه في راسك ماشي انك تكون ديما ناجح ولا ديما صامد وواثق، بل انك توقف وسط العاصفه وتكون عارف انك حتى الا طحتي ماشي النهايه ديال العالم، ولكن العكس. الوقوع جزء من الطريق. ملي كتقبل الضعف ديالك وكتعانق مع لحظات الهشه ديالك، كتقرب اكثر من ذاتك الحقيقيه. تسليم لقضاء الله ماشي خنوع، ولكن قوه داخليه تفوق اي تحفيز خارجي. فاش كتقول انا ما كنتحكمش في كل شيء، ولكن عندي نيه نوقف ونتعلم، كتكون فعليا واثق في ذاتك، ماشي لانك غادي تربح، ولكن لانك ما غاديش تخاف تخسر. وهذه هي النقطه اللي ما فاهمينهاش بزاف. الثقه في النفس ماشي هي انك تكون عندك صوره مثاليه على راسك، ولكن قادر انك تتحول وتتكيف، قادر تعيد بناء نفسك كل مره وتحترم النسخه اللي غادي تطلع منها. شحال من مره شفنا راسنا كاننا خصنا نوصلوا لواحد النسخه مثاليه، نسخه نهائيه، ولكن هذاك وهم. الروح اللي ساكنه فيك كتحرك، كتبدل، كتسافر في التجارب، وهذا التغيير بحد ذاته هو الدليل على الحياه. ولا بغيتي تزيد تغوص، كاين توجه روحاني كيقول ان الروح قبل ما تدخل الجسد كانت عارفه التحديات اللي غادي تواجهها، وكانت موافقه عليها، وكانت واثقه انها تقدر تتعامل معها. يعني كونك عايش اليوم رغم كل شيء، هذه بحد ذاتها شهاده ان الروح ديالك عندها هدف، وانك مهما شكيتي في راسك راك واخا ما عارف والو. ماشي غلط، ماشي بلا معنى. فكر مزيان في هذه الجمله. ماذا لو ان الثقه الحقيقيه
هي أنك ترجع توثق في النية الأصلية ديال الروح ديالك، ماشي في المظهر ديالك ولا حتى في الصوت ديالك ولا في عدد الإنجازات، ولكن في الدافع الصامت اللي خلاك تعيش رغم كل شيء وتحاول رغم كل شيء. بزاف ديال الناس كيظنوا ان الثقه في راسهم كتجي من قمع ديال المشاعر، ما تبكيش، كون راجل، ما تبانش ضعيف. ولكن الحقيقه ان الانسان اللي واثق في راسو واللي ما كيخافش من المشاعر ديالو كيعيشهم وكيسمع ليهم وكيتقبلهم، ومن بعد كيعرف كيفاش يتجاوزوا. الثقه في راسك كتنبت فاش كتسمع الخوف ديالك بلا ما تهرب منه، فاش كتبكي بلا ما تحس بالعار، فاش كتقول انا كنخاف ولكن هذا الخوف ماشي هو انا. وهنا كنبداو نوصلوا للمفهوم ديال الجرح الاصلي، كيشرح ان كل واحد فينا عنده طفل داخلي مجروح، طفل فقد الثقه في راسو من الصغر، من المواقف، من نظرات، من نقد وتجاهل. وهذا الطفل ما بغاش انك تقنعه فقط انك زوين ولا ناجح، ولكن بغى واحد يسمعه ويتيقه ويقول لي انا معاك ماشي ضدك. وهنا كيتحول كل شيء. الثقه في راسك هي الاحساس انك ما خاصك ترضي حتى واحد باش تستحق الحب. خاصك ترضي راسك انك تقدر تكون محبوب بلا ما دير شي عرض ولا تثبت شي حاجه، بلا ما تبرر الوجود ديالك. منين توصل لهاد المرحله كتسكت بلا خوف، كتهدر بلا تردد، وكتعيش بلا تمثيل. وفاش كتعيش بلا تمثيل الحياه كتولي خفيفه، حتى في الالم كيبان النور. وهاد اللحظه هي البدايه، حيت فاش كتسول راسك شكون انا راك بديتي كتفيق. انا ما جيتش باش نقول لك كون قوي وثيق في راسك وريهم شكون انت. راه هاد الخطاب ديال الانستغرام ما كيخدمش مع كلشي. انا جيت نهضر معاك بحال خوك، نقول لك راك طبيعي تكون ضايع، طبيعي تكون شاك في راسك، طبيعي تكون كتقلب على الضوء ولكن مغمض عينيك، ولكن راك باقي هنا، راك كتسمع. وهذا بحد ذاته شجاعه. بغيتك دابا تهز راسك حتى بلا ما تحس براسك قوي. هزو حيت راك كتحاول، حيت كاين صوت في الداخل ديالك بغي تبدل، صوت كيقلب على السلام، على الراحه، على النفس ديالك الحقيقيه. كلشي الناس كتدوز من لحظات ضعف، ولكن ماشي كلشي الناس كيعترف بها. وانا كنقول لك اعترف، ما تبقاش تخبي، ما تبقاش ضعاف الا قلتي ما عنديش ثقه في راسي. الضعف الحقيقي هو تبقى لابس قناع وعايش حياتك كلها كتمثل. دابا خود نفس، غير تنفس وغمض عينيك وسول راسك بدون حكم، بدون ضغط. فين ضيعت نفسي؟ فين بديت كنشك في راسي؟ راه كاينه شي لحظه، شي موقف، شي كلمه هي اللي خرباتك. ماشي لانك ضعيف، حيت كنتي حساس، كنتي نقي، وكنتي كتستاهل الحنان ماشي التحقيق. خاصنا نرجعو نبنيو الثقه، ماشي كشعور ولكن كفعل. ما تسناش حتى تحس بالثقه باش بدا ولو كنتي شاك، ولو كنتي خايف، ولو صوتك كيترعد، غير بدا. هاك غادي تبني الثقه مع كل خطوه كديرها، كل موقف كتصبر فيه، كل مره كتسمح لنفسك تغلط بلا ما تكرهها، وكل لحظه كتشوف فيها راسك في المرآة وكتقول ليه انا معاك حتى في الضعف ديالك. ما غاديش تفيق في نهار وتولي واثق في راسك، ولكن غادي تمر من لحظات صغيره كتجمعهم، من بعد عام، عامين، كتلقى راسك بدلتي الجلد، بدلتي النظره، بدلتي العلاقه مع نفسك. دابا خدم على الثقه بشويه، صايب لراسك لحظه في النهار تكتب فيها غير حاجه وحده درتيها مزيان، حاجه وحده ولو بسيطه. جاوبت بصراحه، وقفت في المرايه وشكرت عيني، رفضت حاجه ما بغيتهاش. هادشي هو الغرس الحقيقي، ماشي الفيديوهات التحفيزيه،
ماشي المتابعات. راسك هو اللي خاصو يحس بيك ماشي الناس. وتيقني الا بقيتي مستمر بشويه وبحب وبصبر غادي تولي كتشوف نفسك بعيون جديده. البدايه دائما ما كتكون خطوه بخطوه صغيره، بلا ما تحس مع الوقت غتلقى نفسك الحقيقيه، ماشي اللي رباو عليها الخوف او المقارنه او الرفض. وغادي تولي كتقول انا ماشي مثالي، ولكن انا حي، وانا كنحاول، وانا كافي، وهادشي بوحدو كفايه.